منطق يقول وأن المغرب بما أنه عنده فريق رائع وممتاز متكامل وهو البلد المنظم هو المرشح المنطقي. السنغال نظرا لما قدمه وما وفره من مقابلات كانت متميزة أيضا، ولكن معناها حقيقة أخرى، كل مقابلة لها حقيقتها وكل مقابلة لها مجرياتها. تنجم في مقابلة كبيرة ربما مالي السنغال غدا ورقة حمراء بداية مقابلة للسنغال ضربة جزاء إلى آخره. إذن فما منطق، ولكن الكورة بالنسبة لي أنا ليس لها أي منطق، خاصة أمام تقارب مستويات كل الفرق. ما فماش فرق كبير حتى وقت اللي يعطينا التكهنات نتاعنا شو نقولوا 60 40 55 45 والباقي على الميدان. أنا أتصور أنه على المنتخب المغربي من أول يوم يعني حتى من قبل أن تنطلق البطولة هو داخل على أساس أنه المرشح الأقوى، على اعتبار أنه يستضيف على أرضه بين جماهيره، ثم أيضا ويملك مقومات الفريق البطل. نعم. موجودة في المنتخب المغربي كما أنها موجودة الآن في أكثر من منتخب وصل إلى الدور ربع النهائي. ماذا يشكل هذا يشكل المرتبة الأولى في وقتها. من الضروري أنك كمدرب، كلاعبين، كجهاز تقني، كجهاز طبي، لابد من تصريف الضغط على اساس ان نحولوه الى قوه ايجابيه، الى طاقه ايجابيه. كلنا نعيش على الضغط وكلنا يجب ان نعيش على الضغط، امر عادي جدا، لا اعتقد انه فيه سلبي الا اذا كان هذا الفريق بلاعبيه ومدربيه لا يمكن ان يتحمل هذا الضغط نفسيا وذهنيا. اذا وضع المغرب في قائمة المرشحين الأقوى للتتويج بلقب البطولة هو شيء لم يتغير. بقية المرشحين لكن يبدو لي اليوم على أنه أوبتا حينت المعطيات اعتبارا إلى ما أفرزته دور المجموعات وأيضا الدور الثمانيني، نسجل الصعود الملفت للمنتخب الجزائري. قبل انطلاق البطوله المنتخب الجزائري ما كانش مع التوب فور مثلا، ما كانش مع افضل 4 منتخبات مرشحه، لكن اللي فضلوا في اماكنهم المغرب وبعد ذلك السنغال. صعود متواتر للمنتخب الجزائري عطفا على ما اداه خلال المباريات الاربع، تراجع المنتخب المصري الى المركز الخامس، لكن في كل الاحوال وكما قلنا ونكررها انه ربع نهائي قابل لكل التخمينات ولكل التكهنات، لا يمكن ان نكون جازمين في القول ايهم سيمر الى الدور نصف النهائي.